مركب تقويم في أسنانك وعايز تنظفها بشكل سليم وبشكل مظبوط. عايز تنظف أسنانك بطريقة سهلة جدا. لو أنت من الناس اللي هي بتعاني إن مثلا بعد الأكل لحمة أو أكل أي حاجة بتلاقي بعض البواقي اللي موجودة في الأسنان بتاعتهم والفرش التنظيف العادية مش بتجيبها، النهاردة جبت لكم حل ممتاز جدا من براند ومن أشهر البراندات المشهورة في موضوع الخط المائي. النهارده هنكلمكم عن منتج من براند H2O فلوس. المنتج ده ممتاز جدا. لو جينا بصينا على شكل العلبه بتاعته واهم المميزات اللي موجوده فيه، هنا التانك بتاعها 300 ملي امبير، وهنا حمايه من ارتفاع الحراره بتاعته، وهنا IPX7 يعني تقدر تستخدمه تحت الميه بدون مشاكل، 5 اوضاع لضغط الميه، وهنا البطاريه بتاعته بتقعد مده كبيره جدا. هنروح على طول للمنتج نفسه. دي شكل العلبه. لو جينا بصينا كده على المنتج نفسه، طبعا بيجي متغلف بالطريقه دي عشان تضمن ان هو ما كانش حد استخدمه قبل كده. وهنا بيظهر معانا الجهاز نفسه، هنرجع له دلوقتي. بعد كده هنا كابل شحن من نوع التايب سي واليو اس بي اي عشان تقدر تشحنه من خلال باور بانك من لابتوب من اي جهاز عندك او من اي شاحن، لكن يفضل ان هو يكون شاحن سرعته بطيئه شويه اللي هو 5 فولت عشان ما يحرقش الجهاز. وبعد كده هيظهر معانا اهم حاجه القطع اللي بتيجي معاه. اللي بيميز الجهاز دوت من اي جهاز تاني هو مجموع القطع اللي بتيجي والاستخدامات بتاعتها. كم قطعة كده بتيجي معانا؟ 1 2 3 4 5 5 قطع زي ما شايفين. اول حاجة دي القطعة العادية المعتادة اللي احنا بنستخدمها في تنظيف الاسنان بشكل عادي. وانا دي القطعة شايفين لها قطعة سيليكون خفيفه ديت علشان تنظف الاسنان من الداخل بطريقه اكبر. وهنا تيجي معانا قطعه مهمه جدا للناس اللي هم مركبين تقويم، زي ما شايفين ده كده فرشه عشان تقدر تنظف التقويم بدون اي مشاكل. ونيجي للقطعه الرابعه وديت الخاصه بتنظيف اللسان. دي القطعه الخامسه ودي كانت اهم قطعه عندي والجديده بالنسبه لي، وهي تنظيف الانف. للناس اللي بيكون عندها مشكلة في الأنف وبتحتاج إنها يعني تنظف أنفها بضغط المية أو بالمحلول المائي أو كده، فالقطعة ديت مفيدة جدا سواء للكبار أو للأطفال. 5 قطع زي ما شايفين. لو جينا بصينا على الجهاز نفسه، في البداية عايز أقول لكم إن الجهاز ده متوفر باللون الأسود وباللون الأبيض، ومتوفر برضو باللون البينك. هنا هيظهر معانا التانك، وده المكان اللي نقدر نعبي بيه التانك. التانك ده 300 ملي، نقدر نقول ان هو هيكفيك في الاستخدام لمرة. بعد كده هنا هيظهر معانا من الخلف قطعة كاوتش السيليكون ده عشان تداري على منفذ الشحن التايب سي، ومهمة جدا ان انت تقفلها وتتأكد ان انت قافلها بشكل كويس عشان الجهاز ده يكون ضد المية وتقدر تستخدمه تحت المية بدون اي مشاكل. بخصوص البطارية بتاعته، فالبطارية 2500 ملي امبير هتشتغل معاك تقريبا 60 يوم شغل متوسط لو انت تستخدمها كل فترة. فالبطارية بتاعتها ممتازة جدا. سرعة شحن البطارية بتاعت الجهاز ده من 3 الى 5 ساعات عشان تشحن البطارية بتاعته. هنا ده هيظهر معانا الزرار عشان تقدر تركب بيه القطعة اللي زي كده انتم ملاحظين. وفيها حاجة حلوة جدا، انت تقدر تخليها تلف شمال ويمين 360 درجة زي ما انت عايز حسب الاتجاه اللي انت عايزه. وهنا هيظهر معانا ده زرار الباور، وهنا الزرار بتاع مستويات التحكم او مستويات الضغط، وفي نفس الوقت برضو المود اللي انت عايزه. ده كده الباور زي ما شايفين، نقدر نعلي ونوطي زي ما احنا عايزين، وتقدر تطفيه من هنا. هو استخدامه سهل جدا، وبعد ما انا جربت اجهزه قبل كده كتير فانا بنصح بشده للناس اللي هي بتعاني في تنظيف الاسنان بتاعتها، فالجهاز ده هيكون مناسب جدا ليهم. اولا انت تقدر تشيله معاك في اي مكان وانت مسافر في اي حته، استخداماته كتير جدا. لو جبت قطعه من ديت فممكن اكتر من واحد يستخدمها في البيت عندك بدون مشاكل. وهنروح نجربه مع بعض دلوقتي ونشوف قوة المية بتاعته. نحط المية كده، هو بيشيل لحد 300 ملي. حطينا المية. طيب جه دلوقتي دور اللي احنا نجرب. شايفين يا جماعة القوة؟ اختار السرعة زي ما انت عايزها.
ضغط المية الشديد ده بتقدر تظبطه زي ما انت عايز. يعني المستوى الاول لو انت عايز مثلا غسل خفيف، الاقوى فالاقوى فالاقوى، لحد المستوى الخامس لو انت عايز ضغط يكون شديد جدا. ضغط المية بتاعه بصراحة كان قوي جدا زي ما انتم شايفين كده. الماسكة بتاعته فهي ممتازة جدا. انا بنصح بشدة لو انتوا عايزين تجيبوا خيط مية لتنظيف الاسنان، فانا جربت البراند ده وهو من اشهر انواع الخيوط المية اللي موجودة في السوق حاليا.